كانوا زمان بيقولوا اللي اختشوا ماتوا. دلوقتي اللي ما اختشاش بقى ترند وبياخد هدايا كمان، واحنا بنسقف وبنتفرج ولو قلنا كلمة عيب يضحكوا علينا. هو احنا اللي اتغيرنا ولا الأخلاق اللي اتغيرت؟ بس بصراحة بدل ما نقعد نقول زمان كان أحسن، جربت تسأل نفسك هو ايه اللي حصل؟ وليه بقى الطبيعي غريب والغريب هو اللي بيتكرم؟ ولو بقيت خايف تقول كلمة عيب في مجتمع بيكافئ قلة الأدب، كل الأسئلة دي هتلاقيها موجودة في كتاب التحولات في القيم والأخلاق في مصر للدكتور أحمد زايد. الكتاب ده مش حصة أخلاق، ولا الراجل اللي كتبه قاعد يعاتبنا ويقول لنا ارجعوا لأيام زمان. ده جاي يفهمنا نفسنا ويفتح عينك على اللي بيحصل حوالينا مش صدفة، ده ترند مجتمعي. فلو حاسس إنك مش مرتاح للتغيير اللي حاصل، أو بتحاول تمشي عكس التيار، أو حتى نفسك تقول كلمة عيب من غير ما الناس تضحك عليك، اكتب لي في الكومنتات فين الأخلاق يا جدعان. وشير الحلقة دي مع صاحبك اللي طول النهار بيقولك الدنيا اتغيرت وهو عامل لايك لفيديو غير أخلاقي. وعايزاك تفتكر دايما اللي بيكافئ قلة الأدب هو احنا، واللي يقدر يغير ده برضه هو احنا.